أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. مايا دياب تكشف عن إطلالاتها الفاضحة والمثيرة للجدل على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2023. بإطلالة فاضحة ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي المقام حاليا في فرنسا. ومايا دياب أطلت بظهور جريء ومثير للجدل، مرتدية بفستان أسود مفتوح الصدر والظهر، وكذلك من الجانبين بجوارب طويلة شفافة سوداء وسلاسل جانبية. وكما اعتمدت مايا دياب في المهرجان تسريحة الكعكة العالية بغرتين من الجانبين وارتدت عقدا من الألماس، بينما استعرضت مايا دياب إطلالاتها بمجموعة صور نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام، بينما اعتبر معلقون ظهورها بهذا الشكل إطلالة فاضحة. وانطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين يوم الثلاثاء 16 مايو أيار الجاري، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر بحضور نجوم عرب وأجانب. وكانت إطلالة الفنانة المصرية منى زكي في مهرجان كان السينمائي من أبرز إطلالات المشاهير العرب تحديدا، وأطلت منى زكي بفستانين جريئة ومثيرة أظهرت جمالها وأنوثتها، وهو ما جعل منها ألمع النجمات العرب في فعاليات المهرجان الفرنسي. ولم تكن مايا دياب في المهرجان الوحيدة من النجمات العربيات، بل حضرت نجمات أخريات منهن رزان جمال ورايا أبي راشد وألين سليمان وغيرهن. واستعاد النجم الأمريكي جوني ديب بريق الشهرة على ما يبدو، إذ شوهد وهو يلتقط الصور مع معجبيه ويترك توقيعه عليها قبل العرض الأول لفيلمه جون دو باري في افتتاح المهرجان، ويعتبر هذا أول أدواره الرئيسية منذ مثوله للمحاكمة في قضية تشهير مع أمبر هيرد جذبت الأنظار.